السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم ارحم امي وامهات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. خير ما نبدأ به الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اتمنى لأول مرة تشوف قناتي تعمل لايك وشير واشتراك. اضغط على الزر الاحمر. جزاكم الله كل خير. نفسي قناتي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. انا في كلمات دي بنبع عن جوه الانسان، هي كلمات موجودة في واقعنا. من غلطات عمرنا اننا اوقات بنطلب الحنية من ناس قلوبها صعبة، ناس قلوبها حجر، وبنعمي عينينا عن قسوتهم وبننسى ان الحنية شيء مش مكتسب. دي بتتولد مع الشخص بيها، يا بيعيش عمره كله بيسمع عنها من بعيد لبعيد. اللي اتولد حنين هيكمل كده، هيكمل حنين، واللي اتولد قاسي برضه هيكمل كده قاسي. ما تتعبش نفسك مع ناس قاسية، حتى لو طلبت منهم وحنوا عليك شوية هتبقى مش من جواهم ومش مقنعة، والموضوع كمان مش هيستمر، لأن الطبع بيغلب التطبع. عشان كده الناس الحنينة رزق. ربنا يرزقنا بقلوب حنينة لينة تهون علينا الدنيا وقسوتها. طبعا الحنية ما بتتشراش، على رأي كبارنا وأجدادنا. الحنية من ناس قلوبها صعبة حجر. طبعا احنا الحنية دي اهم حاجة موجودة معانا. لو اخوك كويس حنين معاكي ربنا يبارك لك فيه. لو الاب كويس الحنية بتبقى موجودة. لو الاخت حنينة رزق من عند ربنا. ربنا يرزقنا بقلوب طيبة وحنينة لينة تهون علينا اللي احنا فيه. اللهم امين يا رب العالمين. اهم الحاجة الحنية. الحنية دي حاجة جميلة بتهون على الانسان كل حاجة. لو انت وحيد بتهون عليك الحنين اللي جنبك بيهون عليك وحدتك. لو انت مريض الحنية برضو بتهون عليك مرضك. لو انت مثلا ليك ابتلاء من عند ربنا لقيت حد حنين عليك بينسيك كل حاجة. طبعا فعلا الحنية بتتولد بيها الشخص بيعيش بيها، والقسوة بتولد بيها ويعيش بيها. لعمر القاسي هيحن ولا عمر الحنين هيقسى. طبعا دي كلمات حلوة ان شاء الله بإذن الله. ربنا يحنن قلوبكم وحنن قلوبنا على احبابنا ويهدينا ولادنا. اللهم امين يا رب العالمين. واشفينا واشفي كل مريض. اتمنى اللي تشوف الفيديو ده تفعلوا الجرس واشتركوا بقى يا جماعة. جزاكم الله كل خير. انا قلت هنزل فيديوهات كده كلمات كده نابعة من جوه الواحدة لما ابقى اطلع بإذن الله مباشر. بشكركم. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.